في هذا الفيديو سأعرض لكم أغرب وأقدر طرق الغش والتهريب التي قام بها الناس والتي لا يمكن أن يتخيلها العقل ولم يفكر بها حتى إبليس. لكن قبل البدء ضع إعجابك بالفيديو واشترك في القناة ليصلك كل جديد. إذا رأيت بطيخة بيضاء كهذه فمن الطبيعي ألا تقم بشرائها لأنها ستظهر غير جيدة من الداخل، ولكن هناك من بائعي البطيخ من قاموا بحيلة شيطانية لا تخطر حتى على بال الشيطان، حيث يقوم بطلاء البطيخ بطلاء أخضر حتى تظهر أنها ناضجة ثم بيعها للناس. شاهدوا. عندما نذكر الذهب والغش بالذهب فسيذهب تفكيرك إلى طرق الغش بالذهب المزور والغش بالميزان، ولكن اللصوص كانوا يفكروا بطريقة مختلفة تماما، حيث اكتشف هذا التاجر بعد شرائه هذا الذهب من أحد الأشخاص أن هذا الذهب محشو من الداخل بأسلاك حديدية لزيادة الوزن. لاحظوا. وأما صديقنا هذا فقد اكتشف بعد شرائه هذه القطعة الذهبية الجميلة من أحد الأشخاص أنه تم إخفاء بداخلها قطعة مال معدنية لزيادة الوزن. وأما صديقنا الأخير فقد اكتشف أن الذهب الذي اشتراه قد تم ملئه بالماء لزيادة وزنه. شاهدوا. من الغش في الذهب إلى الغش في إطارات السيارات. عندما ترى هذا الإطار للمرة الأولى ستظن أنه إطار جديد، ولكن في الحقيقة هذا إطار مغشوش، وهو إطار مستخدم منتهي الصلاحية، ولكن تم حفره من جديد يدويا من قبل المحتالين، ذلك بطريقة احترافية جدا ليظهر بهذا الشكل. شاهدوا. وأما صديقنا هذا فقد اشترى دبة زيت الزيتون من أحد البائعين المتجولين. طبعا عندما قام بفتحها ظهرت أنها مليئة وكل شيء على ما يرام، ليتفاجأ بالنهاية بهذه الخدعة التي لا تخطر حتى على بال الشيطان. لا يوجد إلا بهذه القطعة بها زيت الزيتون، وباقي الجالون مليء بالماء. أما هنا فطريقة الغش لم تخطر أبدا على بالك. لاحظوا كيف يتم دهن التفاح المستورد باللون الأحمر، تظهر أنها ناضجة وقابلة للأكل. وأما هذه بائعة الأسماك فتقوم بنفخ الأسماك بمادة غريبة ليظهر بأكبر من حجمه وأكبر وزنا. وأما هؤلاء البائعين اللصوص فيقوموا بتغيير الكيس الذي به البضاعة الذي اختارها المشتري بكيس آخر به بضاعة تالفة بطريقة خبيثة بدون أن يشعر المشتري بذلك. لاحظوا. وأما هذا التاجر الهندي فكان يقوم بتلطيخ الفواكه ببخاخ الطلاء لتظهر للناس أنها ناضجة، ولكن هناك من قاموا بتصويره خلسة من دون أن يعرف ثم كشفه بالنهاية. ومن أغرب طرق الغش بالتجارة إلى أغرب وأخبث طرق التهريب التي استخدمها المهربون لتهريب الممنوعات، والتي لا يمكن أن تخطر إلا على بال رجل شبع رأسه بالمكر. تهريب الممنوعات بالفواكه. هذا الكلب البوليزي شعر أن هناك رائحة غريبة بداخل هذه الشاحنة المليئة بالبطيخ، الأمر الذي دفع الشرطة إلى تقطيع أحد البطيخ ليظهر لهم هذا المشهد المريع. وأما هذا الشرطي فقد اكتشف وجود الممنوعات بداخل فاكهة الأفوكادو. وأما هذا الأخير فقد اكتشف وجود الممنوعات بداخل البصل. وهنا يتم تهريب الممنوعات بداخل الفلفل. وأما صاحب هذا المتجر فشاهدوا أين اكتشف وجود الممنوعات.
وهذا المهرب فكر بطريقة مختلفة تماما ووضعها بداخل وجبة الطعام. وهنا قامت الشرطة باكتشاف كمية كبيرة من السجائر المهربة بداخل إطار هذه الشاحنة. طبعا هذه الطريقة معروفة قديما، لكن صاحب هذه الشاحنة كان أذكى قليلا. لاحظوا أين أخفى السجائر. طبعا كل هذه الطرق التي شاهدتموها ليست شيئا أبدا أمام ما سأعرضه عليكم الآن. للوهلة الأولى قد ترى هذا الرجل يعمل بتكسير الحجارة، ولكن هذا ليس عاملا، هذا شرطي يقوم بتكسير الحجارة لإخراج الممنوعات التي زرعت بداخلها. لاحظوا. وأما هذه الأخشاب فقد تم غرس الممنوعات بداخلها أيضا بطريقة خبيثة جدا. شاهدوا. وأما هذا الأصلع فقد قرر أن يستغل صلعته ويقوم بتهريب الممنوعات تحت باروكة يضعها على رأسه. لاحظوا. وأما هؤلاء المهربين فقد استخدموا أسوأ وأقدر طريقة تخطر على بالك، وهي تهريب الممنوعات بداخل عشرات الخرفان الحية. نعم، خرفان حية وليست ميتة. لاحظوا.